إلا كان عندك الجو ديال الثالثة إعداديات العام وكنت مشاكل في المواد العلمية SVT والفيزيك والرياضيات الأخوان، فما تخافش، حيت هذا الفيديو غادي نعاونك فيه بزاف، وغادي نعطيك شحال من حاجة اللي غادي يخليوك تجيب شي نقطة واعرة في الجهوي ديال SVT والفيزيك والرياضيات في هاد المواد العلمية كاملين. واخا غير في 4 أيام ولا 7 أيام د المراجعة راسك تجيب شي نقطة واعرة. ولكن الإخوان قبل من هادشي كامل بغيت نشرح لكم واحد الحاجه باش بلا ما تلاحظوا الاختلاف وداكشي. اللهم نقولها لكم. الفيديو اللي فات الاخوان كنت شرحت المواد العلميه، ولكن خفت لي جا طويل، ولكن نسيت الاس في تي. فهكاك علاش الاخوان دابا غادي نشرح لكم الاس في تي وكيفاش تجيبوا فيها شي نقطه واعره. مورا غادي نكمل لكم بالفيديو اللي فات اللي عطيتكم شي نصائح على المواد الادبيه والفيزيك والرياضيات، شرحتهم لكم بالتفصيل. يلا الاخوان بلا ما نطولوا في الفيديو نبداو. ولكن قبل متنساش خلي معك واحد لايك واحد ابوني باش فهمتي يمكن ينفعك وشحال من حاجه. متنساش خلي معك واحد لايك واحد ابوني نطلعوا باش نزيدوا نفيدوا الاخوان بنادم وكل شيء يجيب شي نقطه واعره ان شاء الله. وخصوصا انت اللي كتفرج فيه داك الشيء باقي ما دوزتي الجهوي، فراه عندك الزهر حيت انا غادي نفعك بزاف في هذا المود. نبداو بالاس في تي. اس في اولى علوم الحياه والارض. اس في تي الاخوان بشحال من واحد كيقول لي يتم عام نتبع وزايد. لا بغيتو تقولوا لي لا بغيتو زعما كندير لكم فيديوهات على الاساتذه اللي تبع معاهم في هذه المده كتبوا لي في الكومونتيرات. المهم الاخوان بالنسبه للاس في تي واحد الماده اللي فهمتي مصعيبه مساله طاحت لي انا بالنسبه لي في الجهوي ما جاتني مصعيبه مساله، ولكن خرجت فيها مزيان، جبت فيها شي 16 بحال ما هكا الاخوان في الجهوي. المهم شحال واحد كيسول على الاستاذ اللي تبعتي معاه. الاخوان انا كنعرف استاذ واحد اللي شرح ليا واللي هو عيسي تي في، ولكن المشكله اللي في قناه عيسي تي في اغلبيه كيشرح الفرنسيين الاخوان. ولكن انا جبت لكم الحل. مثلا الا جا بغى يشرح الدرس ولا شي حاجه كتشد الصفحه كتمشي كدير له الترجمه وشي حاجه وكتبقى تتبع معاه. واصلا هو واخا كيشرح داكشي بالفرنسي راه كيعطي التعاريف بالعربيه وداكشي وانت يمكن لك تقيدهم وتكتبهم. زائد الاخوان اللي كيقول لي ما كيفاش كيف زعما كنجيب شي نقطه واعره. بالنسبه لاس في تي الاخوان راه ما كتعتمدش ابدا على الحفظ، غير على الفهم. اس في تي ما كتعتمدش على الحفظ. التعاريف تا هما راه ماشي ديال الحفظ، راه غير ديال الفهم الاخوان. التعاريف ديال الفهم وركزوا عليها مزيان. زائد الاخوان زايد واحد الحاجه مهمه واللي هي من مورا بحال هكا ما غاديش تبحثوا على سي تي في ياك تحاولوا تتبعوا درس بدرس. الاغلبيه كيكون عندكم شي 7 دروس غتعطيو واحد النهار ولا يومين الاس في تي تبعوا فيها الدروس كاملين وين فوا غادي تمشيو ديروا جهويات. حاولوا تخدموا بالعربيه وحاولوا تبداو تمرنوا على الجهوي فهمتي وتقدوا خطكم وداك الشيء الاخوان. فراه الخط مهم هو في الجهوي مهم، وان شاء الله راه غادي يدوز داك الشيء كلشي بخير وعلى خير. ما تخافوش ما تستريساو ما والو الاخوان. دخل دوز داك الشيء راه غادي يجيك سهل. زين اضافه على هذا الشيء كامل الاخوان قبل من اي حاجه حاول تخدم التمارين في كل درس مزيان باش تجيب شي نقطه واعره ويكون عندك واحد لاباز لي مزيان من السانكيام ولا باك والباك الاخوان ياك. وبالنسبه للمواد الاخرين انا نخليكم مع الفيديو اللي درت ديك النهار الاخوان وكملوا وركزوا في الهضره اللي قلت في ديك الفيديو فراه مهمه وغادي تنفعكم بزاف. وهادشي اللي كان الاخوان دوزوا الفيديو الاخر. اول حاجه الاخوان بداو بالرياضيات. الرياضيات تعطيوها يومين 3 ايام. النهار الاول الاخوان شنو ديروا فيه؟ النهار الاول غادي ديروا فيديو باش تقلبوا مراجعه شامله. تفرجوا بحال هكا فيديو فيه 6 سوايع 4 سوايع 5 ديال السوايع ياك. الغد ليه تخدموا تمارين ياك وتبقاو تخدموا شي تمارين تحسوا براسكم فهمتوا. نهار بالنسبه للفيزيك تخدموها عاوتاني. من تسالوا من الرياضيات تدوزوا للفيزيك. الفيزيك الاخوان حاولوا تعطيوها حتى هي شي يومين، حاولوا ديروا شي طله خفيفه وحاولوا تفهموا. ماشي ولا ود خصك تحفظ داكشي كامل، حاول تفهم. وخصوصا لك انت كتبع مع الاستاذ من الاول العام راه حرفيا راه ان شاء الله غادي نضمن لك بلي راه تجيب شي نقطه واعره. حاول تفهم ياك وحاول تفهم بحال هكا داك بفتي بحال هكا. حاول تحفظ القواعد وداك الشيء باش تخرج ديك القواعد وتخرج بهم شحال من حاجه ياك. يومين هادشي عاوتاني ثم دير مراجعه شامله للجميع دروس الفيزيك الجهوي الثالثه اعدادي. ونهار ثاني عاوتاني خدم به التمارين. الاجتماعيات الاخوان حاول تحفظ الدروس المهمين بحال الحرب العالميه الثانيه الى اخره الاخوان. زيدك شنو سميتو
الصين اليابان الاخوان، اليابان قوه، نسيت داك العنوان بالضبط الاخوان. المهم حاولوا تفهموا هادشي، حاولوا تفهموا مزيان، وان شاء الله راه غادي يدوز داكشي كلشي بخير. بالنسبه للتربيه الاسلاميه الاخوان عطيتكم القاعده ديالها، احفظ القران، حاول تفهم، حاول تجبد واحد جوج كلمات من التعاريف اللي غادي يخليك تجيب شي نقطه واعره. زيدك الاخوان الحل اللي ديما اي واحد كيستعملو، حاولوا تضيفوا زعما كاين بحال مكه اهم حاجه وخصوصا الاساسيات ديال التربيه الاسلاميه. الا درتي هذا الغلط راه ما غاديش يعاقلوا عليه. مثلا بحال مكه بغيتي تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تمشيش تكتب الرسول وتكتب قدام الصا، راه بحال مكه راه كتقلل من ديك الماده، وخصوصا الاستاذ ديال هذيك الماده راه ما غاديش يعقل عليك في هذه اللقطه هذه. حاول تكمل الكتاب، واخا ما يبقاش لك اتساع، المهم كملها باش الاستاذ غادي يعرف بلي راك كتقدر هذه. المهم هذو القوالب ديال التربيه الاسلاميه راه كنظن شحال من واحد عارفهم، راه ديال الوالدين داكشي الاخوان كتكتبهم له تما زعما. يوزاسيف ادخل علينا. كنعرف شحال من حاجه داكشي راه ساهله الاخوان. كيف ما كنقول لكم التربيه الاسلاميه بالنسبه لي انا جاتني ساهله، وخصوصا العام اللي فات الاخوان كنت كنجيب فيها 20 على 20، حيت سبحان الله فطره انا عندي ديك التربيه الاسلاميه كتجيني ساهله. المهم الاخوان وصلنا للفان ديال الفيديو، حاول نقدم لكم الجميع اللي عارف انا في داك الشيء، حاول نقدمه لكم دابا. وفي الاخر ديال الفيديو ما تنسوش خلي معاك لايك ابوني، وان شاء الله واحد 3 ايام 4 ايام غادي ننزل لكم شي فيديو اللي غادي يعاونكم بزاف بالنسبه للتلاميذ ديال ثالثه اعدادي. والشيء اللي كان في هذا الفيديو كان معكم هيثم، تهلا.